السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. يا صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح النشاط. النهاردة يا جماعة يوم يعني الحمد لله الشمس طالعة فيه وفاتحة الشباك كده منور المطبخ زي ما انتم شايفين، فالحمد لله عطاني طاقة إيجابية إن أنا أعمل معاكم أحلى غدا النهاردة. طبعا الغدا بتاعنا ده غدا مميز لعشاق حلويات وفواكه المطبخ او المذبح، عارفينها. هنعمل مع بعض غدا حلو، غدا اقتصادي، يعني غدا كويس، يعني مش عارفة، بس في ناس بتحبه وناس مش بتحبه. تمام، اللي هو بتاع المصمت. ايوه اكيد عرفت دلوقتي هو ايه. تمام. طبعا نزلت الصبح جبت خس وجبت معايا كزبرة وشبت، جبت معايا لحمة راس، شايفينها. مهم. لحمة راس اكيد في ناس كتير بتحبها وفي ناس لا، بس انا يعني ماليش فيها قوي، بس انا بحب اجيبها عشان زوجي والاولاد وكده. تمام. بس هعملها معاكم عمايل جميله جدا وبطريقه خياليه بجد تخلي اي حد يحبها. وده اللي معايا ده، عفوا، اللي معايا دي اللي هو السجق، او اللي هي المصارين بتاعت اللي بتتحشى سجق. تمام، اللي هو السجق البلدي. تمام. يا ريت لو وصلنا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير، وتعملوا اشتراك من زر الاشتراك اللي تحت ده، اللي باللون الاسود او اللون الاحمر حسب ما ظهر قدامك. وتفعلي الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد. طبعا بوريك ان تنظيفها سهل جدا. احنا بنقلبها الاول بالطريقه دي، هي بتجيلنا كده زي ما هي بيضه كده، نرجع نقوم قلبينها اهو، ونجيب البلانشة ونبدأ ان احنا ننضفها عليها تنظيفه زي كده اهو، بنشيل اي حاجه عليها. تمام اهو. انا بوريك ان الطريقه بتاعتها سهله جدا، في ناس كتير مش بتعرف تنضفها في البيت. هي تنظيفها يعني مش ممل وسريع، بس هي لابد تعمل كده. يعني في ناس بتحب تجيبها بس بتكسل عشان تنظيفها، لا هي تنظيفها سهل جدا. اهم حاجه بتغسلها غسيل عفوا، اهم حاجه بتغسلها غسيل كويس اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بتنقعها بقى بدقيق اهو، حطيت دقيق، حطيت ليمون، حطيت خل، حطيت ملح، حطيت طماطم. اهم حاجه في طبخ الفواكه المذبح، الغسيل بتاعها لازم تتغسل غسيل من نار، معنى صح، تغسل كذا مره. تمام. دول طبعا شويه طماطم كانوا عندي في التلاجة سبكتهم، وبدأت ان انا افرمهم عشان هستخدم منهم، والباقي هعينه في الفريزر هفرزه. تمام. انا كنت مسبكاها على البوتاجاز، سلقتها وسبتها نشفت خالص من الميه، وبدأت ان انا هسبكها قدامكم بالطريقه دي، واللي هيفيض منها هعينه في الفريزر. حطيت حله ميه طبعا عشان اسلق فيها اللحمه. الاول بحب ان انا اغسلها بالميه السخنه، بدلها غلوه الاول على البوتاجاز وبعد كده بشطفها وارجع اطبخها بقى. طبعا ده الشبت اهو، الكزبره، بدأت ان انا اخرطهم زي ما حضراتكم شايفين، بجهزهم للاستخدامات اللي احنا هنستخدمها النهارده، لان هو الراعي الرسمي بتاعنا النهارده. تمام. جبت بصلتين حلوين، 3 بصلات، وجبت الكبه، وبدأت ان انا اجهز في الخلطات بتاعتي بقى النهارده. دول 5 فصوص توم، ضفتهم برضو مع البصل اها. طبعا حطينا الميه السخنه وبدأت ان انا انزل عليها باللحمه كده، بحيث ان هي تطلع الريم الابيض اللي بيطلع على الوش ده، او الرغوه البيضه، مش عارفه انتوا بتسموها بس احنا هنا بنسميها الريم. الريم اللي بيطلع على الوش ده او الرغوه، الطبقه البيضه بمعنى صح اللي هتطلع. دي الحله التانية اللي انا هحط فيها برضو اللحمه، بس انا حطيتها هنا تطلع اغسلها غسيل حلو بالميه السخنه على البوتاجاز. وبعد كده اهو، والله لو مشيت معايا بالطريقه دي كل اللي في البيت عندك هيحب اللحمه دي، لانها بتتعمل بطريقه مميزه وطريقه حلوه اهو. شايفين بعد ما حطيت زيت وحطيت مستكه وحبان ورق لورا وعود قرفه خشب، بدأت ان انا انزل عليها باللحمه. طبعا انا غسلت الحله وحطيت فيها ميه تاني للسجق. تمام. هي الحله اللي كنت بسلق فيها اللحمه، غسلتها غسيل كويس وحطيت فيها ميه دلوقتي عشان هجهز للسجق اللي احنا هنعمله. طبعا جبت بصل وحطيت عليها بهارات كمون وكزبره وفلفل اسمر وبهارات لحمه وملح، وفركتها كده ودعكتها، دي بنسميها عندنا المرتة، دي بتدي طعم للاكل يا جماعه، بتوديه في حته تانية. تمام. طبعا حطيت لها الميه بتاعتها كده وظبطتها، وحطيت لها حبيتين طماطم قطعتهم 4 ارباع وحطيتها كده وغطيت عليها. جبت هنا معلقتين صلصه
وشويه بصل مرتة من دول حطيتها عليها. وهنسيبها نروح بقى نجهز في ايه، في السجق البلدي بتاعنا، حاجه فوق الخيال والله. الطريقه دي انا بعملها كده ني في ني، ما بسبكش على البوتاجاز حاجه. هي الطماطم حطيتها بس اللي هي نشفت على البوتاجاز وعملتها بالطريقه دي. عايزه تسبكي ماشي عادي، بس دي بتديكي طعم ودي بتديكي طعم. سبحان الله الاتنين مختلفين مع ان نفس الخلطات، بس الاتنين مختلفين، بتفرق في التسبيكه بس. بدأت ان انا احط كده طماطم على قد ما انا عايزه. حطيت البصل بالثوم، وطبعا زي ما قلت لكم حطيت على البهارات ونزلت عليها بالطماطم والملح. طبعا ظبطتها كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي واحنا قاعدين مع بعض كده نصلي على النبي. دايما نذكر ربنا والصلاه على الحبيب دايما تبقى معانا في كل اوقات، مش شرط في الصلاه بس، طول ما احنا قاعدين نستغفر ربنا ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا بوريكي كده حشو السجق، طبعا حاجه سهله جدا، بوريكي الطريقه بتاعتها. طبعا بنحشيها بالطريقه دي، بنفتحها كده، حشوها سهل جدا جدا يعني، ما هي صعبه ولا حاجه، عشان الناس ما تكسلش عليه. يعني لو شفتوا الطريقه لحد هنا تقوموا تجربوها ورايا. بقولك تعالوا بقى نروح. طبعا ما كنتش حطيت ورق الراوله ولا المستكه او ورق الغار، ناس بتسميه ورق اللورة وناس بتسميه ورق غار. تمام. بنبدا ننزل فيها بالسجق زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا نرصه فيها كله كده واحده واحده. الحمد لله والله ما في واحده فيهم فكت معايا يا جماعه نهائي، مفيش فيهم ولا واحده فكت معايا، ما شاء الله طالع معايا مظبوط. والحد بتاعه ما شاء الله ما شاء الله، صحة وعافية على كل اللي جربهم يا رب. بس انصحكم بالطريقه دي، طريقه سهله جدا، جبته معاكم من بدايته، حاجه نظيفه وحاجه جميله. وزي ما قلت لك هي بتفرق معاكي في الغسيل، ان انت تغسلي الحاجه مره واتنين وتلاته وتبداي تنقعها كويس. وبعد كده بقى ايه بتبداي تعملي اهو. شايفين بعد ما غلى اهو ما شاء الله. الحله اللي ورا دي طبعا كان فاض معايا رز، وكان عندي كوسه وبتنجان عروس اللي هو رفيع اهي، حشيتهم. شايفين ما شاء الله بيستوي اهو. ما شاء الله حاجه جميله جدا وسهله وبسيطه. طبعا جريه الفيديو معاكم بحيث ان وقت الفيديو برضو عشان ما تملوش من وقت الفيديو معايا. طبعا جبت هنا حبيتين بطاطس، بصل، فلفل اخضر، فلفل احمر، كزبره، كمون، فلفل اسمر، ملح، بهارات لحمه، ده دبس رمان، صويا صوص. وابدا ان انا افركهم مع بعض. تمام زي ما حضراتكم شايفين اهو. حاجه الحركه دي يا جماعه بتدي للحمه طعم تاني خالص بجد، تخلي طعمه حلو قوي. شايفين هبدا انزل عليها برضو بمعلقتين صلصه. انا عايزه اللحمه تبقى ناشفه وفي نفس الوقت تبقى بتوابل، يعني مش بعملها صينيه يعني، لا انا بعملها ان دي كفر تحتها كده او غطا، وبحط اللحمه عليها ان هي تدخل الفرن تاخد من نفس الطعم، لكن مش صينيه، مش بصينيه بطاطس يعني. انا بحب اعملها كده مش بالصينيه كده، يبقى صلصه وحاجات من دي. تمام. بدأنا احنا قلبنا فيها اللحمه تقليبه كويسه كده، اخدت من الصوص اللي هي فيه، وبدأنا ندخلها الفرن. ايه رايكم بقى في السجق ده يا جماعه؟ حاجه ما شاء الله، حاجه خيال. طبعا كنت نزلت فيديو بس للسجق يعني تشويق خفيف كده بوريكم شكله، لكن حبيت انزل لكم بالتفصيل. ايه رايكم بقى في النتيجه؟ حاجه ما شاء الله بعد كده ما فيه. احب اقول لكم بقى ان احنا وصلنا لاخر الفيديو، اقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر. ما تبخلوش عليا باللايك والشير. مع السلامه.